مساء الخير على كل مشاهدينا في كل مكان، وحلقه جديده ونجوم على لايف. نجوم بيشرفونا من كافه المجالات، ولكن لما بيكون النجم في مجال العمل الاعلامي فالحقيقه ان الرحله هتكون مهمه جدا وفيها محطات مهمه، محطات وتحديات صعبه. رحله نجاح من مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية 30 سنة، لقاءات مع أشهر الفنانين وحفلات مهمة جدا في الولايات المتحدة الأمريكية مع أشهر فنانين العرب، ومحطات مهمة على مستوى المسيرة المهنية والإعلامية هنتعرف عليها النهاردة مع ضيفنا اللي منورنا مذيع العرب الأستاذ عاطف كامل. أهلا بحضرتك يا أستاذ. أهلا أهلا بحضرتك. أنا بقول أستاذ لأنه الكلمة لا خلينا عاطف نهاد نهاد ولكن الرحلة تستحق، لأنه لما بنتكلم عن 30 سنة في مجال العمل الإعلامي رحلة مش صعبة جدا وكمان ممتعة جدا. فمحاور الرحلة بدأت إزاي وتفاصيلها كده قبل ما نتكلم عن الحلقة؟ يعني أول حاجة أنا فخور جدا أن أكون موجود في أعظم مبنى، وقلت اللي ما بيدخلش المبنى دوت ويطلع منه ما يبقاش عارف حاجة عن الإعلام وعن الفن، لأن ماسبيرو بالنسبة لينا ولمصر وكل العرب حاجة يعتبر من الأهرامات الرابعة، لأن كل الفنانين والإعلاميين ماسبيرو دي كانت محطة مهمة جدا 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 في حياتهم. وكل اللي بنشوفهم دلوقتي باقي الفضائيات والفنانين خروجهم وتخرجهم أو المدرسة الأساسية ماسبيرو. فأنا فخور ان اكون موجود في التلفزيون المصري. احنا يعني تشرفنا بوجود حضرتك، وخلينا بقى نشوف مع حضرتك كده تقرير فاصل عن مسيرة حضرتك ونرجع تاني نكمل كلامنا. خليكم.
برحب بحضراتكم مرة تانية. 30 سنة ما بين الإخراج والإنتاج والعمل في الإعلام بمحاوره الكثيرة يعني زي ما نقول كده فروع مختلفة في مجال العمل الإعلامي للمذيع الأستاذ الإعلامي عاطف كامل. أهلا بحضرتك أستاذ عاطف، منورنا. وإحنا طبعا عرضنا جزء من رحلة حضرتك، ولكن ما وراء الرحلة بقى، النشأة والبداية كانت إمتى قبل ما تبدأ حضرتك العمل الإعلامي؟ انا فخور جدا ان انا من عروس الصعيد المنيا، ودي محافظة جميلة جدا طبعا. النيل كده بيحيطها حواليها، ونشأة عادية جدا. الولد اصله في الفن، بس هو توفى ويمكن انا كنت سنة ونص سنتين، بس بعرف انه كان بيشتغل اول في الهندسة الصوتية في التلفزيون. بعد كده تطورت النشأة. انا من ابتدائي او اعدادي انضميت لنادي الجزويت والمركز الثقافي في المنيا النوادي وكشافة، ومن هناك لقيت نفسي ان التمثيل ده بالنسبة لي ده حاجة اساسية، وبيتألف كمان حاجات، ولدرجة ان اصحابي يعني مثلا بقيت انا النجم المنطقة دي من اولى اعدادي تاني اعدادي. اذا عاطف كامل مش في المسرحية لا كان في كمان المسرح المدرسي، وده كان مهم مع المسرح جدا المدرسي طبعا، يعني. لان المدرسة بتاعتنا في مدرسة الجزويت في المنيا من اعدادي، وفريق الكشافة، ويمكن اطلقوا عليا وقت عبود لان انا عملت مسرحية اسمها عبود. ف كانت نكتة، وقال انه المحامي جاله واحد سرق ميز وهيتحكم عليه، قال له بس تروح قدام القاضي وكل ما يسألك القاضي تقول له ماء. في الاخر عمل كده والقاضي حكم عليه بالبراءة، فاجا المحامي قال له طيب خلاص بقى طلعتك براءة اديني الاتعاب، قال له ماء. فهي كانت نكتة، بس ازاي احنا عملناها ومن هنا لفينا بيه، يعني كانت حاجة مسرحية حلوة والابتكار. وبعدين كان في خطوة تانية محطة مع المركز الثقافي الكاثوليكي الاب يوسف مظلوم، وبلشنا نعمل حاجة مع جمعيات الصعيد، ان احنا نطلع على الصعيد نفسه نعرض، لان الصعيد منسي ولغايه دلوقتي الصراحه، يعني خلينا نحكي بصراحه. يمكن اخر مره مسرحيه دخلت على الصعيد كان الزعيم حبيب قلبي. هو احنا عندنا المركزيه في كل شيء، وبالتالي في الفن اكيد. بس اتمنى كمان انه المسرح يرجع زي زمان. يرجع يدخل المنيا والبني سويف واسيوط وقنا واسهاج، يعني يبقى في التفات او ثقافة معينة لابناء الصعيد. صحيح. لان ده مهم جدا كمان انه يكونوا على الخريطة. تجربة الوقوف على خشبة المسرح، وهنا بقى التفاعل المباشر، الفيدباك من الجمهور، يا بتكمل الرحلة بالظبط، يا بتكمل يا لا. ما هو لأنه الفيدباك سريع جدا وبيحفزك بعد كده. كانت التجربة دي ازاي أضافت لمسيرتك بعد كده؟ أضافت لأنه شوف إن ربنا سبحانه وتعالى خلقنا كلنا واحد على مستوى كل الناس، بس في حاجة لكل واحد جواه موهبة. مفيش واحد من غير موهبة. لو هو بس المهم يمكن اللي ممكن يرسم، ان انا انسق ظهور، هذا موهبة. صحيح. ان انا اعمل سكريبت موهبة، ان انا الف موهبة، جوانا موهبة. فانا ازاي ادور عليها وازاي ابرزها وازاي اقدمها للناس. طبعا لقيت نفسي، يعني انا كنت احب اكون مذيع. فمرة في ليلة سهر وكنا بنعمل حاجة اسمها السمر بالليل، يعني فرق كشافة من كل على مستوى كل الجمهورية، وعايز اسكت. كنا حوالي بتاع 500 600 واحد وهيصة في الصالة، وعايز اسكتهم بس الميكروفون مش معايا. فرحت جاري على المطبخ، جبت الكبشة وربطت فيها خيط وعملتها زي الميكروفون.
وقفت ان انا كاني بذيع، ويمكن اصحابي اللي بيتفرجوا عليا فاكرين المشهد ده وقتها. ما هنا بقى جينات الوالد بقى، خد بالك برضه دور الوالد والوالده هنا. اكيد المرجعيه او الخلفيه في العمل الاعلامي دي برضه ليها دور يعني. اكيد يعني برضه التاثر بالوالد او باللي حواليكي او بيجيلك كمان. شوفي البيئه كمان بتساعد، يعني انا طلعت في بيئه كويسه ككشافه ونادي الجزويت والمركز الثقافي والنوادي الفنيه ومعرفتي بالنادي الثقافي الكاثوليكي، دي كلها كمان بتضيف او بتثقل الموهبه اللي عندك وبتخليك تفتح لك طرق. صحيح. ومن بعديها طبعا اكتشفني، كنا بنعرض في النادي الثقافي الكاثوليكي وكان موجود المخرج الجميل ابراهيم الشقنقيري. طبعا. وطلب مني ان انا التحق بالمعهد فنون مسرحيه، والصراحه قدمت. وكان اللي انا كان وقتها الدكتور الجميل سمير سرحان عميد المسرح، وكان الاستاذ الله طبعا سناء شافع وجميله محسنه توفيق واستاذ نور الشريف، وتقابلنا في امريكا بيضاوي. ومن بعديها جت مرحله مهمه جدا، ان في شركه امريكيه اجت وبتعمل حاجه جديده. كنت انا عملت مسرحيه لذوي الحاجات اللي هم الهانديكاب، يعني اللي هم دول جزء وشريحه مهمه في المجتمع. ليه انا بس يوم العيد اجيب الاولاد الصغيرين ويلعبوا، والمنتلي سوري يعني اللي هو ذو حاجات او اللي هو بيكون سبيشال قاعد على جنب وممنوع ينزل الشارع ويخافوا عليه. فقلت لا، الناس الولاد دي لازم يكونوا جوه المجتمع، نعمل لهم دمج جوه بالظبط، في دمج مع المجتمع، في دمج تاني مع الحياه. وانه يطلع ويلعب. صحيح. ليش ما يلعبش كوره؟ اذا هو بيعرج مع ده او حصل له حادثه او شيء لازم يكون موجود. صحيح. وبعدين لازم يكون موجود في التمثيل، وده حصل بعدين. فبس احنا بدأنا، والشركه دي هي اسمها فاونديشن ايد تشيلدرن انترتينمنت، يعني لمساعده الاطفال ترفيهيا. ووقتها قدمت انا المسرح الجديد انا واصدقائي توني جميل، سمية، اللي انا افتكرهم. قدمنا بقى مسرح معين بالبابت شو، بنلعب العرايس، بس السيناريو والحوار او المسرحيه بتدور مع اطفال هانديكاب. يعني حتى البابت شو طالع بعكاز او قاعد على عربيه او كذا، انه الناس دي من حقها تدخل في المجتمع ويلعبوا ويبقى لهم اراء ويبقوا متشافين مع الناس. فدي اعطتني حافز ان انا عندي اقدر ادور اطلع الموهبه اللي جوايا، او ان انا عندي شيء من الموهبه. انا بس شوف ازاي يعني كان وقتها اختارني الاستاذ الجميل الله يرحمه ابراهيم الشقنقيري، كان بيعمل فيلم اسمه عالم علي بابا، كان بطولة الجميل يحيى الفخراني اللي بوجه له تحية، وحكمة علي بابا وسعاد يونس. فيلم جميل. جميل. وللأسف جات لي وقتها موضوع الفيزا، وان انا كان لازم اسافر على، مش عايزه اقول ليه اخدت قرار السفر، ولكن كان يعني ليه فكره انه عندك موهبه وبتعمل في مصر وفي مرحله ناجحه جدا، ليه قلت انك لازم تتجه لليونايتد ستيتس او ان انت تسافر لامريكا على مستوى المسيره الفنيه بقى تحديدا؟ اقول لك بصراحه، لو تيجي عليا انا كعاطف وقتها واقول لك بصراحه كان يعني مش كبير، معقول يعني، بس كان عندي فرص، و انا بعزف درامز وبونجز، وكنت داخل في يعني معرفه الله يرحمه سمير صبري، سمير الاسكندراني، وكانت جميله حنان الضحكه الجريئه وكده، وجوزها المنتج، انه ليا في طريق. وبس لما تجيلك دعوه ودراسه من الشركه بتضمن لك كل حاجه. طبعا اللي حواليا انت مجنون، ده امريكا، ده كذا، هو هنا امريكا الشركه بيك الحلم. طبعا حلم
بس انا حتى وقفت مع نفسي، طب انا راجل بمثل بالعربي وما كنتش متمكن من اللغه، خلينا نحكي بصراحه، مش نعم. متمكن باللغه، وبلاقي والحمد لله بشتغل كويس يعني. بس هي كانت تحدي بيني وبين نفسي، ومن بعض الناس قالوا لي لا انت لازم تسافر وتجرب، انت عندك فرصه، اذا نجحت فيها اديك كمل، اذا ما نجحتش ارجع واديك سافرت. دراسه كمان درستها. كانت اكيد كان في دراسه اكيد، وبعدين بتدرسي كمان الكوتش مانجمنت والكوردينيتنج التنظيم كل دوت، فانت بتاخدي شيء بيساعد على ازاي انت طبعا. تكوني نفسك دراسه. لكن اقول برضو مع الدراسه الموهبه، اذا ما في انا اذا ما في صوت، وبقابل ناس كتير دلوقتي بعد ما استاذ عاطف عايزين نغني، اقول لها اتفضلي اقعدي قولي دو ري مي فا صول لا سي دو. اذا في نشاز وما عندهاش، ازاي انا ممكن يعني صعب، ما هو في صوت. والتمثيل كمان موهبه صحيح. يعني. بس الدراسه بقى بتخليني اعرف ازاي استمر، وازاي انا يبقى عندي الانتنشن، ازاي انا اركز، ازاي اقول الكلمه. انا بطلع على المسرح على مدى 30 سنه، كل مره لازم اقول جمله غير الجمله، لان انا بيصادف بعض احيان كل سبت معايا فنان، فلازم يا مساء الورد والياسمين على الناس اللي موجودين الفل وكده، لازم اجيب جمله غير. وازاي اركز، دي الدراسه بقى اللي اتعلمناها، ان في ممثل يقول جمله والناس ما تاخدش بالها. صحيح. زي ما حضرتك تساليني سؤال، وانا بس ممكن تساليني سؤال وبصالي. انا بطلع في حفلات بيبقى فيها مثلا مع السيده الجميله ماجدة الرومي بيكون 10,000، مع عمرو دياب كان عندنا 15,000. الخلفيه العمل في التمثيل والاخراج اثقلت عمل حضرتك أكيد. كاعلامي بقى آه. بالتولز المختلفه، الثقافه واللغه بكل التولز المختلفة. والبادي لانجوج اللي بنقول عليها محتاجينها اكيد البادي لانجوج مهمه فده جدا. مهم جدا ازاي. وانا بشوف ما شاء الله تقديم فعلا. حضرتك قلت من نقطه مهمه جدا، مفيش انترو حفله شبه الثانيه، لا في فاريشن طول الوقت وتنوع، وده جزء وتولز مهمه جدا. انه ازاي تعمل للناس كسر حاجز، وانه عاطف اللي انت شفتوه من الاسبوع اللي فاتت غير عاطف بتاع المره دي. وعندك حاجه على فكره، واتمنى هنا مش كتير، المقدم الحفله معلش هو عنده ممكن نقول 20-30% نجاح للحفله، لان بالظبط زي ما بتقدمي حاجه جميله، انت ممكن ترمي الطبق كده او تقدم الشيء بطريقه، ما هي العين لازم تشوف. صحيح. انا زي ما بقول ايه، بفتح الطريق للفنان اللي جاي، وان انا بهيئ له المكان والمسرح عشان يقدر هو يدخل يكمل بعد. يعني في ناس يقول لك يكتبوا في الكونتراكت عايزين عاطف مثلا، الحمد لله فنانين كبيره جدا من لبنان، من سوريا، من مصر، من المغرب، انا اشتغلت مع معظمهم يعني، ده الحمد لله. وده كان بدايتي بيضاوي، عايز احكيها بعدين ازاي. وكانت مع الشحرورة الله يرحمها صباح. انا كان سؤالي بقى ده، البدايه كانت قويه جدا يعني. البدايه جت صدفه. بتكلم عن لا صباح يعني الشحرورة طبعا، بس انا ما كنتش رايح الحفله عشان اقدم صراحه. انا كنت بدرس وجات لي عزومه وقتها، كان صديق جميل جدا مطرب توني ميرشو، هذا مسمينه مطرب الجاليه، ده كمان ذكي لانه مطرب 25 سنه واخد يعني، هو على القمه، اسمه مطرب الجاليه العربيه، وكان لسه بداياته، لسه هو عايش في كندا وجاي جديد من اليونان. انه تعزمت ان اكون موجود في حفله هو هيغني فيها قبل فنانه صباح، فانا معزوم، عرفته معرفه سطحيه يعني مش وانا موجود في الحفله، المنتج بيساله بيقول له اللي كانت جايه مع المذيعه اعتذرت ومش جايه فقال لي تطلع، قلت له لا. قال لي يعني انت مصري قلت له مش موضوع مصري بس يعني انا هعمل ايه.
في اللحظه دي كمان مهمه، مش اطلع لا شحرورة صباح مساء بتاع لا هنا بقى الاعلام على طول الموسوعي طبعا تبتدي وارتجال تجمعي. طبعا برافو عليك. بيتجمع انا صباح، وكان هويدا، وكان فادي لبنان، والاستاذ احسان المنذر الله يرحمه كان المايسترو. كانت حفله مهمه، وجمهور كبير. فانا دخل يعني ابتديت بتبص للناس هيصه. هنا بقى لعب المسرح، ان مش انا عايز اقول جمله، لا لازم انتبهوا لي لو سمحتم بليز. ما بقولش، بقيت ابص كده ابص كده، الهيصه تخف تخف. كان في رهبه طبعا. اكيد في رهبه شويه، بس طبعا الواحد مولف من الشغل اللي قبل كده، وقدمت الشحروره وقتها. بعد كده رجعت تاني قدمت هويدا، لقيت المنتج بيقول لي وعنده الصوره الجميله الله يرحمها تاريخ فنانه صباح عايزه تحكي معاك وكذا. قالت لي انا عايزاك تلف معايا بقى الولايات عشان يعني حلوه طريقتك طبعا وكده. دي كان بعد كده بقى بينا تقولي مثلا طريقه حلوه ندخل مثلا لازم كمان ان الواحد يعني يمشي مع اللي بيحصل حواليه وتكسر بالاضافه للمقاومات الاعلامي الناجح يا استاذنا، انك تكسر الحاجز النفسي بينك وبين الضيف. اكيد ايا كان هو مين، يعني هو دايما بتلاقي كده ممكن ضيف اللي هو لا انا احيانا بتحصل انت كاعلامي او كمذيع في بتعمل، يعني انا دايما حتى بشوف ده في شغلنا ازاي نكسر الحاجز النفسي مع الضيف اللي قدامنا ايا كان هو بيعمل ايه. يعني ده مهم جدا. يعني انا عندي مثلا بعدين امريكا كانت لسه طالعه جديد، وبوجه لهم تحيه الاستاذ محمد الخشاب والاداره، لان صراحه كمان لهم الاستاذ محمد الخشاب منتج فني مصري وهو المسؤول عن كمان. عندنا على فكره مواهب مصريه طبعا بيرفعوا الراس في امريكا، والمايسترو عادل اسكندر والفنان رأفت بشرى، وفي اسماء جميله جدا على كل المجالات. ففي اللحظه ديت اللي حصل بيبقى في اختلاف شويه في التقديم او في طريقه المعاملات، لان من بعد صباح بقى بتشوفي مع وديع في كذا، بعدين دخل الهضبه ايامها. التعامل مع الجنسيات المختلفه سواء على مستوى يعني المطرب او الشخصيه اللي حضرتك بتقدمها، او على مستوى الجمهور، صعبه جدا المعادله دي يا استاذ. جدا جدا. وبقول احنا حقيقي جد الفنان اللي بيكون موجود برافو عليه، لانه عارفه نهاد انت بتتعاملي دلوقتي، احنا ممكن نكون جروب معين مصري قاعدين، لكن انت في امريكا او في المهجر انت بتتعاملي كل الجنسيات، كل الجنسيات اللي تخطر على بالك، الجنسيات العربيه كلهم جايين يحضروا الفنان. فهو ازاي هو كمان برافو عليه ان هو ازاي بيرضيهم لان بيطلبوا منه بعض اغاني للبلد نفسها او للجنسيه صحيح. اللي هي موجوده صحيح. بيقدر يلبيها. يعني انا بحيي كمان حقيقي جد اخر مره هبدا بقى من اخر مره كان جميل جدا اللي انا مسميه حقيقي جد هو مصدر السعد والسعاده ووزير السعاده الجميل احمد سعد. احمد سعد عمل طبعا 4 حفلات ورجع تاني في شهر 9 كلهم سولد اوت. وبس في حاجه كانت جميله احمد سعد انا مع الكل بيشتغل وتحيه لهم جميعا، بس عارفه لما تلاقي 3-4 آلاف في اخر مره في من بعض مسارح 3000 وشويه 4000، اكبر حفله كانت 5000. الكل طالع مبسوط، طالع بيضحك، في بهجه، في سعاده. فده كمان دور كبير ومهم للفنان، ان انا ممكن اطلع، انا ممكن اغني وامشي، بس ممكن اغني من جوايا. نانسي، احمد سعد، راغب علامه، فارس كرم، هذا مهم جدا. في فنانين يعني مع احترامي بيغنوا ويروح ماشي، وفي فنان بيغني سفير لبلد، هو بيقدم اكيد برافو عليك، بيقدم صوره او ايمج حلوه قوي للبلد. الايمج ده مهم جدا لان بيخليكي حاجه. انا بالنسبه لي كمان ان انا عايز اقول حاجه، ان
المواهب اللي بتكون موجودة في المهجر، وخاصة المواهب المصرية اللي بتوصل، انه ما ينصدم من اول مرة ويسكت، او مثلا حاول. لا، لازم يبقى في محاولة واثنين وثلاثة. يعني انا في حاجات كتير مشاكل قابلتني، وفي صعوبات ده كتير. سؤالي بقى لحضرتك بعد اتفضلي نخرج بقى. لفاصل. هستأذنك نخرج لفاصل، وبعد الفاصل مكملين مع حضراتكم، خليكم معانا. مرحبا بحضراتكم مرة تانية. نجمنا النهاردة الحقيقة يستحق هذا اللقب، لأنه رحلة ممتعة على المستوى الإعلامي ما بين التمثيل والإخراج المسرحي والإنتاج. ولكن كمان بنتوقف أستاذ عاطف، برحب بحضرتك مرة تانية، عن أكتر من 40 حفلة، يمكن الرقم أكتر كمان، أكتر حضرتك شوية. أكتر شوية، نقول 50 حفلة مش يعني أكتر. لا، الحمد لله. وعلى مستوى فترات زمنيه متقاربه ومتباعده، احنا بنتكلم في رحله ما شاء الله طويله جدا. المجهود صعب، واكيد كان في تحديات واجهت حضرتك في الرحله دي. اكيد في تحديات، لانه كمان يعني انه مش عايزين نقول ان الناس هناك ملائكه، يعني الناس حلوين جدا 90 95%، بس هتلاقي بعض الناس اللي يعني يعني مثلا حضرتك نهاد الحديني، كل برنامج في ناس يقول لك الله يا عم مش معقول. فلما الحمد لله، شوفي المصري محبوب، طبعا. واللغه المصريه جميله. وبعدين ازاي انت التقديم، هو انت بتدخل المسرح كمان طريقه التقديم، مساء الخير اهلا وسهلا بيكم وانا مع الفنان كذا تطلع. لا، انت بتدخل بقى كذا، انه في تركيبه معينه، وفي فرشه، نقول فرشه للفنان طبعا. مع اللقب بتاعه. طبعا في بعض الناس اتضايقت او حبوا يكونوا في الصوره وهم اصدقائه، لكن بيحاولوا. بس ربنا سبحانه وتعالى بيدي لكل واحد شيء معين، طلة معينة صحيح. ولغة، طريقة الإلقاء. لا، ولانه حضرتك عندك عايزه اقول التولز بتاعت الاعلامي الناجح ما بين اللغه وقارئ وموسوعي والبادي لانجوج، فده خلى الفنانين هم نفسهم يطلبوك في الحفلات. الحمد لله. يعني كل حفلة أنا عايزة أتوقف عن ده، لأنه اسم كبير، شحرورة، وردة، لآخرهم فارس كرم. يعني نحكي، طيب ممكن يعني على سبيل الذكر الحصر زي ما بنقول، نتكلم عن مين في الحفلات دي ومواقف لا تنساها يا أستاذ عاطف. كتير مواقف. مثلا طيب لو رجعنا في موقف مهم جدا في بداية الجميل، الهضبة، هضبة العالم العربي، شخصية جميلة جدا، ومن وقته هو نجم. صحيح. ذكاء خارق، ذكي جدا، بيحافظ على مكانته بكل شيء في المسرح. كلها. ملوش في الدخلات الا المسرح والحاجات زي كده. يعني عنده حب لانه ينجح الحاجة اللي رايحها. يسأل الولاية دي ايه، ومين اللي فيها، مين الجاليات اكتر حاجة، لان احنا عندنا ولايات مثلا الجاليات اكتر، او المناطق، الجالية الفلسطينية، الجالية السورية، الاردنية، المصرية، بتكون اكتر في بعض المناطق. مثلا ديترويت هتلاقي عراقي اكتر. صحيح. ده مثلا. فهو فين المصريين اكتر؟ المصريين اكتر في نيوجيرسي، في جيرسي سيتي، في بيون، في ناشفيل، في كاليفورنيا. دي المناطق الاكتر، بس جيرسي سيتي يعني الموقع الاساسي يعني. عمرو دياب من اكتر الحفلات اللي مش بتنساها. او مش معقول ان اول دخله كنا في LA في كاليفورنيا بسرعه، وكان قبله في ميوزك او حاجه. المهم انا البروديوسر بيكون هو اللي موجود في الحفله، وانا كان لازم كان معانا وقتها مدير اعماله الاستاذ عادل فهيم وقتها، ومطلعين من LA. ده اول دخوله في اول حفله، اول دخول امريكا، وقت ميال، بس هو نجم. وسبحان الله كان زي ما بقول يعني الايرانيان، وكان في اسبانيش وكده من يومه عمرو دياب. يعني دي شهاده للتاريخ. صحيح.
في كاليفورنيا هو وان واي، الشوارع رايح وجاي. المهم احنا رايحين عشان الحفله، هو بيروح بعد الناس، يعني الناس طبعا. بتاع، وفي فيرست اكت اللي بيطلع قبله او حاجه زي كده، بيكون دي جي او ميوزك، وبعدين بكون انا بطلع معاه عشان اقدمه والباند بيكون موجود. anyway وقتها ورايحين فالشارع الباركينج بتاع الاوتيل الهايت ريجنسي داون تاون ال اي فول خلاص، يعني ما فيك تدخل بعربيه. طبعا ده عمرو دياب. واوله والله يعني جد نهاد. فحاولين، فهو العربيه اللي معانا اللي بتوصلنا وبعتها المنتج قدامنا بتاع 20 عربيه، لان خلاص ما في يدخلوا. المهم هنأخر، ما لازم في مسرح، فبيضطروا يمشوا العربيات تلف، يركنوا في اي مكان تاني ويجوا مشي كذا. صحيح. ما فينا والشارع ممنوع ما فيش هنا نركن صف تاني ولا حتى الدرايف اللي معانا هو جاي يحضر الحفله كمان، يعني مش واحد انه عايز، وصديق لنا يعني. فقال طيب انزلوا. قلت له لا. ليه بقى؟ لان معظم لسه في ناس في الشارع، يعني نزلة عمرو دياب معناها انه باظت الحفله. مشكله طبعا مشكله، ده نجم الحفله، امشيه في الشارع واطلع بيه ما ينفعش. ففي يعني يختصر الموضوع، فاحنا لسه ورا، ففي ترافيك العسكري البوليس. المهم نزلت قلت له، قال لي سوري، قلت له معايا معايا المغني اللي الناس دي كلها جايه عشانه، يعني لازم ندخل. قال لي سوري، لازم تلفوا تركن بره وترجع تاني، يعني بارك يور كار وات ايفر. قلت له يا عم الله يخليك طريقنا يا باشا هناك بقى ما ينفعش معاهم. لا 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 ما فيش يعني معناها اكسكيوز مي. قال لي سير جاست موف يور كار، حرق يلا امشي. المهم من هنا لهنا بليز. فرجعت طبعا ما اقدرش، حرام. وعمرو قال لي ده الحل الوحيد يعني. قلت له والله يا برنس هلا نشوف يعني المهم وقتها ايامها معانا الفلايرز، الفلاير اللي كانش لسه بقى في الفيسبوك والحاجات دي، تشتغل بفلاير ويوزعوه. كويس اللي لقيت فلاير في العربيه، فرحت واخده ورايح تاني للبوليس. قلت له لو سمحت شايف الصوره دي؟ ده عمرو دياب، this is the star in a car. قال لي نو. قلت له يس. فاخدته بص باين بص في الصوره وبص، وعاملين الفلاير شويه يعني الصوره بتعرف شويه، الفلاير غير بتاع قال له كان يو ستيب اوس، فيك تطلع لبره بس عشان يشوف. قلت له عمرو الله يخليك بليز. طلع بس في طلعه عمرو معديين كام بنت وكام ولد كانوا بتاع عمرو دياب عمرو دياب عمرو، لا بس كلمه عمرو دياب والصريخ ده يا خبر اتلم الشارع. قال لي اوكي. قلت له يا عم انا بحكي لك، بقول لك من بدري. ما انا من بدري مش عارف ايه. المهم طلعنا بره العربيات ودخلنا من يعني من المكان الخلفي. دي كانت وقتها صعبه، بس انه قدرنا نتصرف. لقب مذيع العرب قبل ما نكمل كلامنا عن اشهر المواقف اللقب ده بيعني لك ايه يا استاذ؟ لقب مذيع العرب ده انا اتشرفت بيه. ده اجمل حاجه ان الناس تكرمك، انه الجاليه العربيه في امريكا، انا الحمد لله وده نعمه من ربنا، ان من ديترويت لشيكاغو لكاليفورنيا لاريزونا لدالاس لهيوستن، ومن غير ما انسى اي حد لانهم كلهم حبايبي، كل الولايات على قلبي والهم فضل عليا. اتعمل تكريم في ال اي، ووقتها المايسترو عادل الاسكندر، وكان الجاليه العربيه هي اللي قدمت، اطلقوا عليا كلمه مذيع العرب واستلمتها. ده كان شيء جميل، لانه ان الناس هم اللي يديكوا اللقب ده ويحتفلوا بيكي ويديلك الاوورد،
ده شيء جميل يعني. مش شوف انه واحد، افضل تكريم اللي بيجي من الدولة ولا من الناس ولا من يعني لا، من الناس. من الناس. من الناس. تكريم الناس هم دي بليف باي يو، هم مصدقينك مؤمنين بيك. وعارفين موهبتك وحابين فيك. يعني الحمد لله 30 سنة مش مزعل حد في الجالي ابدا. لا ما شاء الله، واعلامي ما شاء الله يعني الحمد شاطر لله. جدا. يعني وجنب مذيع العرب كل الفنانين بقى العراقية اللي هم بيغنوا هناك مسميني زميل الفنانين يعني. الحمد لله وبحييهم، مش عايز اقول اسم وانسى حد الصراحة. ان مثلا في مشكلة او حاجة، اذا في مشكلة بين موسيقي وفنان قالوا نشوف عاطف هيقول ايه فيها. فده انا يعني بشكرهم انهم ادوني ثقة كبيرة. طبعا إنه الجاليات التعامل معاهم اكيد وفي مشكلات وفي تحديات بتواجههم، اكيد موضوع برضو حضرتك بتتدخل بعيدا كمان عن الفنانين مع الناس نفسها في الولايات المختلفة امريكا يعني. مع الناس اكيد 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 يعني في جاليات كتيرة. يعني انا مثلا في الحرب هذه اللي يا رب يا رب تنتهي على خير، لان غزة كتير غالية علينا، فلسطين. وقبل كده احنا عملت حاجة وعملنا في 2008 كان في برضه هجوم غادر على غزة، عملنا وكان العيد وعملنا تيشيرتات وجمعنا كل، وانا بشكر كل الفنانين اجوا عملنا لا عيد لا عيد وغزة بلا عيد. لا عيد وغزة بلا عيد. بلا عيد. لانه ما فينا نحتفل وغزة بلا عيد. لا. ووقتها قلنا طب احنا هنحكي بس لا، بشكر واذكره كمان كان لسه موجود مع عندنا في امريكا الفنان الجميل سعد مجرد، كان موجود. فنانين كتير اجتمعوا من كل مصريين سوريين فلسطينية مغربيين جزائريين، وعملنا الحلم العربي في مسرح كبير، وكان في دونيشن وقتها وكده. بس كان الجميل ان الكل لابس الكوفية والكل بيغني. عملنا يعني في تفاعل وتشابك مع القضايا اكيد اللي بتمر في الوطن العربي كله، مش بس في فلسطين. بعدين اجى بعد في 7 اكتوبر في الوقت ده كان في مهرجان فني، ومن بحترم اللي اتصلوا بيا وقتها لانه انا بيعتبروني دلوقتي خلاص ابن الجالية، او قالوا لي يعني مش وقته انه يبقى في حاجة زي كده. والفنانين اللي كانوا جايين بشكرهم كمان لغوا، لانه كان صعب في بداية الحرب ان احنا نعمل احتفال كبير والمناظر دي اللي بتحصل. صحيح. والاطفال اللي بيموتوا والشهداء في غزة. فلازم يكون في كمان الفن رسالة. طبعا انا عندي رسالة. ما هو هم دول اللي بيحضروا لي، هم دول اللي انا لما اغني. اصل انا شوفي بقولها دلوقتي واضحة جدا، فنان بلا جمهور كالصحراء. صحيح. اذا ما عرفش يسعد جمهوره ويتفاعل مع احداث جمهوره وايه اللي بيحصل في الوقت دوت للجمهور، يبقى لان هو الجمهور اللي بيعمل الفنان مش اي حاجة تانية. طبعا. مين شخصيات في رحلتك كده بتدين ليهم بالفضل؟ دايما الاعلامي كمان تحديدا بيكون ما ينساش ابدا حد وقف جنبه، حد قال له انت هتبقى مذيع شاطر في وقت من الاوقات. الصراحه مش عايز انسى، بس انا بوجه بنقول له جاد فاذر الانتاج يوسف حرب. يوسف حرب هو اول منتج انا اشتغلت معه. منتج ذكي جدا وزي ما بنقول محنك، يعني فاهم هو بيعمل ايه، ده مهم جدا. وبيجي كمان برضه الاستاذ بلال الخطيب كمان اللي هو جاب عادل امام في بودي جارد. بس اول شيء كانت بدايتي مع يوسف حرب كمنتج، وابتدى هو يقتنع، يقول لي يتصل يقول لي عاطف انا هعمل كذا، مش اديني انت فاضي ولا لا. فهو بيعمل الحفله على انا فاضي اليوم ده ولا لا، وبيربطني مع الفنانين يعني لدرجة الفنانة الجميلة حبيبة قلبي ونسمعها قريب يا رب شيرين لما اجت امريكا كمان. هو ما في فنان الا لما يكون
وبيعمل مراكب مثلا، بيعمل دي 10 مركب يعملها، بياخد مركب كبير ويجيب كل اكتر من 20 فنان متواجد، وكل الفنانين كانوا معاه. وكان بيعمل حاجه جميله، كان معانا الفنان حسن الرداد مره، وحسن حبيب قلبي ماجد المصري، والمنتج عاطف، في منتج جميل جدا اسمه عاطف كامل باي ذا واي. صحيح. فكان موجود وبوجه له تحيه، شخصيه جميله جدا. يوسف حرب الجاد فاذر للانتاج، مهم وعنده تاريخ. يعني انا لما اجيب فيروز هذا انتاج كبير طبعا. بعمل وردة وعبد الله الرويشد وعاصي الحلاني. طبعا. دخلت عمرو دياب في فيجاس. عادل امام، تجربه مع عادل امام. لا، عادل امام كان مع بلال الخطيب برضه من المنتجين. يعني اتنين دول من المنتجين اللي انا عايز اقول لهم تأثير جدا، ولما تشتغل معاهم انت عارفه رايحه فين وهتقدم حاجه حلوه معاهم، لان الانتاج في كتير بيدخل في انتاج. صحيح. بس هي اصل الانتاج مش فلوس. يعني انا بحيي المنتج الجميل جدا اللي اتقابلت معاه، هي الاستاذ هشام عبد الخالق. طبعا. اللي كان مع حبيبي الاستاذ كريم عبد العزيز وشريف منير في ولاد العم. اجوا هنا مثلا ذكاء منتج، جاب فيلمه وجاب الابطال وعرضنا في اهم حاجه في البرودواي، وانا كنت منتج فني. انا بحب اكون منتج فني اكتر. محطه المنتج الفني مهمه، ده كان جدا في ولاد العم، المصلحه، وعدد من فيلم المصلحه برضو مع، وكان في مشرفه معانا استاذ محمد الخشاب. لازم شوفي العمل الفني كرو مع بعضه، جروب. صحيح. واحد لوحده ابدا. صحيح. ابدا. اللي يقول انا لوحدي معناها يبقى هو مش فاهم بيعمل ايه. صحيح. ده والاعلامي كذلك كمان. الاعلامي اكيد. انا دلوقتي عشان ما انا كاعلامي ودلوقتي ومدير مسرح ومنتج فني، اذا مش مهندس الصوت والاضاءه واللي معايا الفلور مانجر ودول كلنا تيم واحد وفاهمين احنا بنعمل ايه، في محبه بيننا وانا في ريسبكت، احترام. صحيح. متبادل، يبقى انا مش هقدر اقدم حاجه. لان انا بطلع مثلا بقعد في حاجه عندنا مهرجان في المكسيك او كذا، بيقعد بالثلاث ايام والاربع ايام، بيبقى عندك 25 فنان بتقدم بثلاث فنانين او 4 فنانين في اليوم وبول باري. يعني فاذا ما نسقتي كل ده وكل فنان تقدر تديله الليفل اللي له، لان كل فنان كمان هو فنان في الاول والاخر عايز يشوف نفسه بطريقه حلوه، فلازم نقدم الكل بنفس الليفل نفس الطريقه. صحيح. ما فيني اقدم نهاد الحديني كذا وكذا احسن مذيع وانسى، لا يعني. صحيح. لازم زي ما انا حكيت على نهاد انا بحكي على باقي الناس اللي اشتغلوا معانا. المذيع ممثل احيانا. قدام الكاميرا انت ماليش دعوه بقى بمشكله. لا انت يعني اكيد لاي درجه. لدرجه انه يعني انا مثلا يا مساء الانوار، الحلوين قاعدين على الشمال واليمين واللي معانا ينور عينيهم للي جايين. انا كنت هدينا تقديمه كده. مثلا يلا مع بعض هنشتغل على الفيسبوك. مين يقول الفيسبوك؟ يعني الفيسبوك تتريق. ونفتح مع بعض الميديا اللي هلكانه، يبقى ايه الواتساب. الواد سيد هذا بدلعهم بقى مستر انجرام والواتساب. وش الكتاب. ايه يعني وش الكتاب؟ وش الكتاب يعني الفيسبوك. بنترجم. فانت لازم يبقى عندك لمحات كده جميله، حضور، سرعه. طبعا. ما هو لازم قبل ما يدخل الفنان انا اديله المسرح جاهز. صحيح. انه يغني والناس مبسوطه. زي ما تيجي حضرتك عندي على البيت، من اول فتحه الباب او تروح تزوري، اهلا مساء الخير ازيك يا نهاد كذا، اهلا. طبعا البريدج الاعلامي او المذيع الحفله حضرتك بالظبط. هو البريدج، هو الربط بين الفنان وبين الجمهور، ولازم الاثنين يكونوا ساتسفايد كده. اكيد. هنخرج لفاصل وبعد الفاصل لسه مكملين. انا مستمتعه الحقيقه فاصل وانا واصل. اكيد. حضرتك اللي تقدم الفاصل بقى او حضرتك تختم الحلقه. لا نختمها مع خلاص باذن الله. فاصل ومكملين. خليكم.
برحب بحضراتكم مرة تانية، برحب بحضرتك مرة تانية يا أستاذ عاطف. وفكرة الإعلام المذيع بقى أو المذيع، المقومات بتختلف ما بين إنه ممثل أو فنان وبعد كده إن هو يقدم حفلات أو يقدم برامج، ودي شفناها مع عدد كبير من الفنانين زي آخرهم أحمد سعد مثلا. مظبوط، لأنه ما هي الشخصية نفسها والكاريزما اللي بتكون عند الإنسان. يعني مثلا أنا فادني كتير إن أنا أعرف طريقة الإلقاء، إمتى أستخدم الجملة، إزاي أغير الجملة، إزاي أجدد من نفسي، إزاي ما هو أنا سهل جدا أغني النهاردة بس صعب إن أنا أستمر. وده زي الهضبة وراغب علامة، فارس كرم، نجوى كرم، الأسماء الكبيرة ديت، أليسا، إنه وفي للأسف فنانين ما قدروش يستغلوا الحاجة ديت وبعدوا. لازم في استمرارية. أحمد سعد من الفنانين اللي هو اديكي حقيقي جد بهجة في الحفلة. البهجة دي بتأثر في المحيط الموجودين. يعني طول ما انت قاعدة الساعتين بتضحكي ومبسوطة وبترقصي، غير في بعض الحفلات اللي ممكن تكون قاعدة كده ومبسوطة كل حاجة بس مش من كمية الانبساط. ده ذكاء من الفنان، ده ذكاء من احمد، وبيلاقي جمهوره ويحكي معاهم ويخليهم يردوا معاه ويغنوا معاه. يعني على فكره في كمان، وده سؤال حضرتك، المطربين بقى اللي مش نسيناهم شويه بس بعدوا شويه. يعني انا شفت الفنان مدحت صالح في حفلاته على فكره حريص على ده وبيتفاعل مع جمهوره ان كان هو بعد شويه حاليا. ومدحت صالح كان ليه جمهور كبير بس بعد شويه، مش عارف يعني هم زي كاسيت 92 فكره حلوه. يا ريت حد يتبنى الفكره ديت ونعمل كاسيت 92 في امريكا. يعني انه في جمهور للناس دي وبيحبوهم جدا جدا، واصوات لا تعوض يعني طبعا. والمسرحيات نفس الموضوع. يعني انا لما يمسيه بالخير دكتور عادل حسني اشتغلت معاه وقتها، كان دايما يجيب صحفيين، الاستاذ امال بكير، استاذ محمد امام عمر، استاذ سيد الفرغلي، كميه كان، وجاب فرقه حزمنيا وكلهم موجودين وانا قابلتهم. وكان وعملنا تكريم للكبير فريد شوقي، كمال الشناوي. كان في نشاطات لما يكون الكبير وملك الترسو ودنجوان السينما فريد شوقي وكمال الشناوي موجودين، كان حاجه جميله للناس. نرجع بقى كمان المسرحيات زي ما كانت حزمنيا وقلات نجاح جدا. اجت بودي جارد شهرين. الزعيم الله يديه العافيه يا رب، شو الجمال. الزعيم قبل المسرحيه بساعه لازم يكون نازل قاعد كوبايه الشاي، ويمكن عندي شويه صور كوبايه الشاي معاه، ويكون لابس اللبس. التزام، محبه. صحيح. يعني كل فنان من دول ليه الكيو الخاص بيه اللي حضرتك اكيد اكيد اكيد. وكان وقتها موجود رامي امام وعماد زياده اللي انا بحييه كمان، اللي بقى فنان جميل دلوقتي، وخالد سرحان. كل الكرو ده كان موجود في 2002 2003 في بودي جارد. وطبعا استاذ سعيد عبد الغني الله يرحمه، استاذ حسن مصطفى، فنانه شيرين سيف، كل الابطال. اعتقد انه الجاليات كمان العربيه والمصريه تحديدا بتكون متعطشه لكل ما هو مصري، فده بيخليك انت كمان كمنتج او كمذيع او كمخرج تبقى بتقدم بحب، لان الناس دي بتستقبل كل ما هو مصري بحب شديد. يعني المصري، وده شيء جميل جدا محبوب، زي ما على كلمه انه مهضوم، كلمته حلوه، مهضوم ودمه خفيف وبيعرف ازاي يرضي اللي قدامه وما بيحبش يزعل حد. يعني ما فيش مره ما افتكرش ان في جد، يعني من غير ان في بعض المشاكل بتحصل لما يكون عندك حفله كبيره. ما افتكرش في حد مصري بيحب رايح ينبسط. اعتقد انا عارفه الاجابه سلفا، اكتر حاجه بتبقى فيها تحديات او بتتعبك على مستوى العمل اكيد الانتاج. اوكي. الانتاج، ما هو هنا انا عشان كده انا بحب اكون منتج فني اكتر من انا منتج، لان في الاستاذ يوسف حرب، الاستاذ بلال الخطيب، دي اسماء مهمه، الاستاذ الياس حنا، دول للانتاج المعروف، ابراهيم كراتشي، في اسماء، بس الانتاج الفني ده المهم، لان انا بتعامل مع المسرح، مع مهندس الصوت، مع دخلة الفنان، مع طلعة الفنان، مع ان انا معروف انا كتير الفنانين الحمد لله، وده بشكر كلهم، انه انت عارفه يعني عندك 3 فنانين كبار وتايمنج،
مثلا عندك اليسا، احمد دي سعد. مشكله قائمه من ايام عبد الحليم وام كلثوم. والله شايف. مشكله اللي حصل قديمه. ايه وقال انا ما أكيد. عرفت. مظبوط والله انا هذا يعني. فدي مشكله كبيره جدا التوقيت، لان انت عندك، لان انت لو اخرتي هتاخر اللي بعدك واللي بعدك. وفي تايمينج في امريكا المسرح بعض احيان يعني مش مفتوح التايمينج 12 o'clock، يعني طبعا. الساعه 12 خلاص تلاقي النور طفى. طبعا. فانا هاخد من الفنان اللي بعد. ازاي اعمل تايمينج؟ ازاي احرك الفرقه تدخل فرقه؟ يعني انا اخترعت حاجه، الفرقه هنا وفي باب هنا دايما لا دي خلصت بتطلع من الباب ده عشان بيسلموا على بعض وفين ومش عارف، لا والفرقه اللي بعديها تدخل. يعني في حاجات مهمه طبعا. يو هاف تو كرييت، تخلقيها عشان تريح الفنان. موقف لا تنساه بقى في خلال رحلتك دي؟ موقف لا انساه الصراحه، من الجاليه كلها العربيه، انه لما انا اتكرمت في كمذيع العرب، جالي كومنت يعني الحمد لله، ما كنتش متخيل ان انا يعني عارف محبة الناس. طبعا. ده كان اهم حاجة لاي شيء، يعني ان الناس دي وبجنسيات مختلفة طبعا. بتجمع. الحمد لله انك انت شخص بقى لا تنساه في رحلتك دي شخص لا انساه زي ما انا قلت. طبعا في كذا من يوسف حرب او بلال او ياس حنا او الشباب دول، لكن انا لا انسى في انسان مصري اسمه مجدي جيد. مجدي جيد ده كان مدير عام لكل الاوتيلات اللي هي تبع ترامب، اسمه تاج محل وهيك. وده في فتره من الفترات كان كل الفنانين امنيتهم زي ما هم عايزين يروحوا السعوديه دلوقتي، امنيتهم يدخلوا تاج محل. فالشخص ده برضه مجدي جيد انا بشكره جدا، اعطاني فرصه مع يوسف حرب ان انا اللي اكون منظم او اكون مذيع والمخرج الفني والمنتج الفني، واللي اكون علاقه مع الفنان لمده اكتر من 5-6 سنين متتاليه. كل شهر عندنا حفله او 2 في نفس المكان. بشكر حضرتك، نورتنا. انا هسيب حضرتك بقى مذيع العربي استاذ عاطف كامل، حضرتك تختم الحلقه. نهاد، انا اول حاجه عايز بس قبل ما اختم ان انا اشكر الاعداد ولاء شعراوي الجميله ولاء شعراوي، شكرا بجد على استاذ شريف المخرج. طبعا جميع الاعداد مش عايز انساهم. وجمالك في طريقه ريحتيني كده، انت مذيعه شاطره. انا بتعلم من لا جد لا جد عندك طريقه حلوه والقائك جميل، وبتريح اللي قدامك، ما تحسسوش انه غريب عن الحلقه او في الموضوع نفسه، وبتعرف تطلع اللي جواه. ده شيء تاني. دي شهاده اعتز بيها. بشكرك وبشكركم، ونشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي على خير. باي باي.